ازيكم يا دحيحة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانا بخير طول ما انتوا بخير. اسبوع جديد يبقى سبت ممتاز جديد. في الفيديو دوت هقول لك كل الاحصائيات اللي انت محتاج تعرفها قبل الجولة ما تبدأ، وهنعرف مع بعض اهم اللعيبة في كل مباراة، الفرق اللي هتجيب كلين شيت. لو مش بس كده واحنا بنتكلم هقول لك الكابتنة المضمونة، الكابتنة الديفرنشال. بس كل اللي طالبه منك قبل ما نبدأ ان انت توقف الفيديو دلوقتي وتنزل تعمل لنا اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان اي فيديو ننزله على القناة هنا حرفيا يوصل لك ويجي لك بإشعار. ونسمي الله كده ونبدأ بأول ماتش معانا في الجولة، واللي هيكون بين الفورست وفولهام. اخر 7 ماتشات بين الفورست وفولهام اخواتي، قدرت الفورست انها تطلع مرتين كلين شيت، والناحيه الثانيه برايتون قدرت انها تطلع مره واحده كلين شيت. بالنسبه للفورست اخواتي، فاخطر لاعب بيكون في الماتش دوت الكام او صانع الالعاب اللي بيلعبها دلوقتي جيبس وايت. قدر ان هو في اخر 7 ماتشات يسجل 4 اهداف ويعمل اسيستين. وتاني اخطر لاعب بيكون في الفورست الار دبليو اخواتي اللي بيلعبها دلوقتي إيلانجا. قدر ان هو في اخر 7 ماتشات يعمل جونين. وبالنسبه للناس اللي معاها وود، فالاسترايكر في اخر 7 ماتشات اخواتي قدر ان هو يجيب جونين ويعمل اسيست، فوود هيكون خطير الماتش الجاي. اما لو رحنا الناحيه الثانيه عند برايتون، فاهم لاعب في برايتون في الماتش دوت اخواتي هيكون الاسترايكر، واللي بيلعبها دلوقتي جواو بيدرو. الاسترايكر قدر في اخر 7 ماتشات اللي هو يجيب 3 اجوان ويعمل اسيست اخواتي. ومع الاسترايكر اخواتي فالكام قدر ان هو اخر 7 ماتشات يجيب جونين، واللي في الاغلب هيلعبها روتر. الماتش اللي بعده اخواتي واللي هيكون بورنموث هتقابل على ارضها ليفربول، واللي في اخر 8 ماتشات اخواتي قدرت ليفربول انها تطلع 4 مرات كلين شيت. اما الناحيه الثانيه بورنموث مره يتيمه قدرت انها تطلع كلين شيت قصاد ليفربول على ارضها. من اهم اللعيبه اخواتي في ليفربول هيكون الاسترايكر، اللي قدر ان هو في اخر 8 ماتشات يجيب 7 تجوان ويعمل 4 اسيستات. احصائيه مرعبه جدا اخواتي، ولكن المشكله فيها ان في روتيشن في الاسترايكر بين لويس دياز او دارون مايونيز. فشوف انت مرتاح لمين ومطمن مين هيلعب الماتشين الجايين في الدبل، وانت وحظك الصراحه بقى. وتاني اهم لعيب في الليفر معانا هيكون ال دبليو اخواتي، واللي بيلعبها كودي جاكبو. قدر ال دبليو في اخر 8 ماتشات اللي هو يعمل 4 تجوان واسيست. عارف ان انت قلقان ان جاكبو لعب ماتش اساسي كامل في الشامبيونز ليج وفي احتماليه روتيشن، انا معاك. ومع ذلك انا شايف ان جاكبو هيكون اختيار كابتنه مضمونه مثالي لو لعب الماتشين، او حتى لو لعب ماتش واحد منهم. لو انت مش مطمن لكودي جاكبو، فالناحيه الثانيه عندك صلاح اللي هيكون ثالث اهم لعيب معانا من الليفر، اللي قدر في اخر 8 ماتشات قصاد بورنموث اللي هو يجيب 6 جوان ويعمل 3 اسيستات. هتقول لي بس احصائيته احسن من جاكبو، ليه حطيته الثالث يا دحيح؟ اقول لك لان جاكبو ماسك فورمه عن صلاح الفتره ديت، وانت شايف بيعمل ايه في دوري الابطال، غير ان ارن سلوت يعتبر ما بيقعدوش دكه خالص. لو انت ملاحظ ان طريقه اللعب دلوقتي في ليفربول ان محمد صلاح بيركز اكتر على الاسيستات. اما الناحيه الثانيه بالنسبه لجاكبو فكل تركيزه ان هو يسجل، ودي من الماتشات يا اخواتي اللي خط دفاع ليفربول ممكن يعمل مساهمه هجوميه اذا كان اسيستات او اهداف. ولو رحنا الناحيه الثانيه عند بورنموث، فاهم اللعيبه هتكون دانجو اوتارا. فسترايكر بورنموث في اخر 8 ماتشات قدر ان هو يجيب جونين. تاني اهم لعيب معانا هيكون كلويفرت من وجهه نظري. صحيح ان في اخر 8 ماتشات بين الفريقين الكام قدر بس ان هو يجيب جون يتيم، اما ما اقدرش اقول لك ان كلويفرت لعيب مش مهم بعد الاداء اللي هو بيقدمه الفتره اللي فاتت. واللعيب الثالث معانا واللي هيكون برده في الهجوم بتاع بورنموث سيمينيو الغاني يا اخواتي. سيمينيو الغاني احصائياته في اخر 8 ماتشات قصاد ليفربول قدر ان هو يطلع باسيستين ويسجل هدف. وبرده اقول لك ان في الماتش دوت ممكن حد من دفاع بورنموث يسجل هدف او يعمل اسيست. والماتش الثالث معانا اخواتي واللي هيكون بين ايفرتون وليستر سيتي، والاحصائيات بتقول ان اخر 8 ماتشات بين الفريقين قدرت ليستر سيتي انها تطلع مرتين كلين شيت، والناحيه الثانيه ولا مره الايفرتون قدرت انها تطلع كلين شيت. فلو معاك حد من دفاع ايفرتون اظن بعد الاحصائيه ديت المفروض انك تقلق، فالاحسن انك تحطه دكه او تبيعه. بس تعالى للجانب الايجابي واقول لك اهم لعيبه في ايفرتون. ففي ايفرتون الاسترايكر بتاعهم قدر في اخر 8 ماتشات ان هو يسجل 4 تجوان اخواتي ويعمل اسيست. وطبعا بعد ما اتاكد لنا ان كالفرت لوين هيكون غايب عن الماتش دوت، فبنسبه كبيره جدا اللاعب الافريقي بيتو او بيتو بقى يعني كان انتوا بتنطقوها ازاي، هو اللي هيبدا المباراه ديت. ومن اهم اللعيبه مع بيتو اخواتي ال دبليو انداي، اللي جاب الجون اليتيم الجوله اللي فاتت بالنسبه لايفرتون، قدر ان هو يطلع ب5 اسيستات في اخر 8 ماتشات. نروح للناحيه الثانيه عند ليستر سيتي، وايوه اخواتي الاسترايكر جدو فاردي يكون من اهم اللعيبه في الفريق، اللي قدر في اخر 8 ماتشات ان هو يسجل 3 اهداف ويطلع باسيست. وهيكون معاه الار دبليو اللي بيلعبها دلوقتي بونونتي. فالار دبليو بتاع ليستر سيتي قدر اخر 8 ماتشات اللي هو يعمل 5 اسيستات ويسجل هدف. وبرده في احتمال كبير ان يكون في مساهمه هجوميه من الدفاع. الماتش الرابع معانا واللي هيكون ماتش سبيتش تاون وساوثهامبتون. ففي اخر 3 ماتشات قدر ساوثهامبتون انها تطلع مره كلين شيت. ومن الاخر يعني لو اجيب حد الماتش ده وتاد ديلاب ارمسترونج، يعني بدنا نقفل الماتش ده سريع ونخش في الماتش الخامس. الماتش الخامس ونيوكاسل بتستضيف فولهام على ملعبها. ففي اخر 7 ماتشات بين الفريقين قدرت نيوكاسل انها تطلع 5 مرات كلين شيت، وفولهام طلعت مره يتيمه كلين شيت. ومن نجوم الماتش دوت هيكون يساك الفتاك اخواتي، قدر ان اخر 7 ماتشات ساهم في 5 اهداف واسيستين اخواتي. اما الناحيه الثانيه في فولهام فاهم اللاعبين هيكون ال دبليو، واللي في الاغلب بيلعبها دلوقتي ايوبي. فقدر في اخر 7 ماتشات قصاد نيوكاسل ان هو يجيب هدفين، لكن راؤول خيمينيز او الاسترايكر بتاع فولهام قدر ان هو في اخر 7 ماتشات يعمل اسيستين. من وجهه نظري يساك في الماتش دوت كابتنه مضمونه. نخش على الماتش السادس معانا، والولفز هنا بتستضيف استون فيلا على ملعبها. وفي اخر 7 لقاءات بين الفريقين قدرت الولفز انها تطلع 3 مرات كلين شيت،
والناحيه الثانيه قدرت استون فيلا انها تطلع مره واحده كلين شيت. بالنسبه للولفز فهي عوده الكونيا، فاحصائيات كونيا في الماتش دوت جامده جدا. قدر ال دبليو بتاع وولفز ان هو يجيب 3 اجوان في اخر 7 ماتشات. ودلوقتي اقدر اقول لك ليه مدرب الولفز اخر ماتش لما خط النص بتاعه اتطرد كان هيتجنن، لان احصائيات خط النص في الماتش دوت هتكون جباره. فلاعب خط النص في الولفز قدر ان هو في اخر 7 ماتشات يساهم في 3 اسيست. لا ومش بس كده، قدر ان هو يجيب هدف. الناحيه الثانيه بصراحه في استون فيلا لو هتعتمد على حد فهو واتكنز، ونقول يعني معاه روجرز، بس احصائيات استون فيلا لا تسر عدو ولا حبيب الصراحه. اما بالنسبه للماتش السابع معانا واللي هيكون بين برينفورد وسبيرز، ففي اخر 3 لقاءات بين الفريقين حضر التعادل السلبي مره واحده يتيمه. ولو قلنا مين اهم اللعيبه في برينفورد فهيكون ويسا ثم ويسا ثم ويسا، ومعاه من بيمو الار دبليو، رغم ان احصائيات الار دبليو في الماتش دوت مش كويسه خالص، ولكن مع ضعف دفاع السبيرز فاقول لك من بيمو هيكون ورقه ربحانه. اما في الناحيه الثانيه لو قلنا ان السبيرز طلعت في الماتش دوت كسبانه او عامله حاجه خرافيه، فعليك وعلى كلوزوفسكي، واللي قدر ان هو اخر 3 ماتشات بين الفريقين يطلع باسيستين وهدف. دي من الماتشات اللي بيدرو بورو عينك عليه فيها، لان في احتماليه كبيره جدا ان هو يساهم هجوميا. والماتش الثامن معانا واللي هيكون ديربي الجوله، ارسنال هتستضيف السيتي على ارضها. في اخر 8 ماتشات بين الفريقين قدرت ارسنال انها تطلع مرتين كلين شيت، والناحيه الثانيه قدرت السيتي انها تطلع مرتين كلين شيت. بالنسبه لارسنال فهيكون من اهم لاعبتها ال دبليو اللي بيلعبها دلوقتي تروسرد. فال دبليو قدر في اخر 8 ماتشات ان هو يسجل 4 اهداف ويعمل اسيست. مع ال دبليو نروح الناحيه الثانيه على الار دبليو واللي بيلعبها دلوقتي مارتينيلي. فقدر الار دبليو في اخر 8 ماتشات ان هو يساهم هجوميا بهدفين واسيستين، ودي من الماتشات اللي كالافيوري ممكن يساهم فيها هجوميا. فلو معاك كالافيوري وعايز تريسك هيكون اوبشن جامد. ونروح للسيتي، وعايز اقول لك ان الفرعون المصري في الماتش دوت هيكون من اهم الاوراق الربحانه لجوارديولا. فالمركز اللي بيلعب فيه مرموش دلوقتي قدر اخر 8 ماتشات اللي هو يساهم في 4 تجوان و4 اسيستات. فانا من وجهه نظري مرموش لو بدا اساسي هيكون كابتنه مضمونه جدا. الولد جعان كوره، وزيد على دوت اللي هو عايز يثبت نفسه عشان ياخد مكان اساسي في الفريق. وبرده لا غبار عليه فودين هيكون مهم جدا في الماتش دوت. فالار دبليو قدر في اخر 8 ماتشات اللي هو يسجل 3 اهداف ويعمل اسيستين. ولو انت معاك هالاند فهقول لك احصائيات الاسترايكر على الماشي، واللي ما كانتش اقوى حاجه قصاد الارسنال على ارضها. فالاسترايكر في اخر 8 ماتشات قدر بس ان هو يجيب هدفين ويعمل اسيست واحد. وعايز اقول لك ان دي بروين الماتش دوت هيبقى بيوزع هدايا مش اهداف. اما بالنسبه عن الماتش التاسع معانا، تشيلسي هتستضيف على ارضها وستهام. ففي اخر 7 ماتشات بين الفريقين قدرت تشيلسي انها تطلع كلين شيت 4 مرات، والناحيه الثانيه وستهام قدرت انها تطلع كلين شيت مره واحده. فانت لو معاك بالمر احب اقول لك ان بالمر مش هيكون نجم تشيلسي. فالاسترايكر صاحب اقوى احصائيه في الماتش دوت، واللي بيلعبها دلوقتي الفهد السنجالي جاكسون، واللي قدر في اخر 7 ماتشات ان هو يساهم في 5 اهداف واسيستين. وتاني اقوى لاعب في تشيلسي بعد جاكسون هيكون ال دبليو اللي بيلعبها دلوقتي سانشو، قدر ان هو في اخر 7 ماتشات يساهم في 3 اهداف واسيست. ولو عايز تطمن على الكام اللي بيلعبها دلوقتي بالمر، فالكام قدر في اخر 7 ماتشات ان هو يساهم في هدفين ويعمل اسيست. والماتش دوت في احتماليه كبيره ان يرجع تاني كوكوريا ان هو يساهم هجوميا. فالباك الشمال او ال بي في اخر 7 لقاءات بين الفريقين قدر ان هو يساهم في اسيستين وهدف. والناحيه التانيه الصراحه مفيش اي احصائيات مهمه، بس عايز تجيب حد يعني خليك في قدوس. واخر ماتش معانا واللي فيه مانشستر يونايتد هتستضيف على ارضها كريستال بالاس. ففي اخر 7 ماتشات بين الفريقين قدرت مانشستر يونايتد انها تطلع 3 مرات كلين شيت، اما الناحيه الثانيه كريستال بالاس قدرت مرتين بس انها تطلع كلين شيت. فبالنسبه لمانشستر يونايتد فالاحصائيه الاغرب ان اهم لعيب في الماتش دوت يكون السي ام او خط النص، واللي بيلعبها دلوقتي كاسيميرو وكوبي ماينو. فالسي ام في اخر 7 ماتشات قدر ان هو يساهم هجوميا في 3 اهداف و3 اسيستات. وتاني اهم لاعب معانا في اليونايتد واللي انا مش مقتنع الصراحه بيه هويلاند اخواتي. فالاسترايكر قدر في اخر 7 ماتشات ان هو يساهم هجوميا في هدفين واسيستين. وتالت لاعب معانا هيكون ال دبليو اللي بيلعبها دلوقتي جرناتشو، واللي قدر ان هو يساهم ب3 اهداف في اخر 7 ماتشات. واخيرا وليس اخيرا اللي انت مستني تسمع اسمه، فالولا حماده ديالو او الار دبليو قدر ان هو يساهم بهدفين في اخر 7 ماتشات. اما الناحيه الثانيه في كريستال بالاس فهيكون اهم لاعب معانا ماتيتا الاسترايكر، واللي قدر في اخر 7 ماتشات ان هو يساهم في 3 اهداف. وتاني واحد هيكون معاه في كريستال بالاس مهم ال دبليو اخواتي، واللي بيلعبها دلوقتي ازي. فال دبليو قدر في اخر 7 ماتشات ان هو يساهم في اسيستين وهدف، ودي من الماتشات اللي فيها احتماليه كبيره ان كريستال بالاس دفاعها يساهم هجوميا. فالسي بي او قلب الدفاع قدر ان هو يجيب هدفين في اخر 7 ماتشات. ال بي اللي بيلعبها دلوقتي ميتشل قدر ان هو يساهم بهدف في اخر 7 ماتشات. وبس كده دحيحه بلمت لكم كل الاحصائيات المهمه اللي هتحتاجوها قبل الجوله. اتمنى تكون المعلومه وصلت والكل استفاد. وفي اخر الفيديو احب افكرك باللايك، كومنت حلو كده لاخوك عشان يكمل ويحس ان هو بيعمل حاجه. اوعى تنسى الاشتراك وزر الجرس عشان لما انزل حاجه اظهر لك تاني. افتكر دايما ان الدحيح بيحبك في الله. اشوفكم على خير.